بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بالله عندنا بعض الصراعات والحاجات في الحياة كده مصطدمين بيها وزعلانين منها. ألاقي واحدة تقول لي أنا كان نفسي أكبر شوية، قلت هكبر وارتاح. لما كبرت لقيت المسؤوليات زادت زيادة، قلت طب خلاص هتجوز وارتاح وأقعد في بيت بقى وابقى ست بيت ومرتاحة. لما دخلت البيت لقيت مسؤوليات البيت أصعب، قلت أنا هجيب عيل وانشغل فيه واتبسط بيه ويطلع حلو وأمور وبيسمع الكلام وعينيه ملونه وكيوت وهادي ويسليني ويونسني. لما جه البيبي مش بينومني الليل وبطلع صعب جدا. قلت خلاص بقى جوزي هو اللي يساعدني وهو الامل، لقيته مش فاضي ومشغول. الحكايه ايه؟ مشكله فين؟ مشكله في توقعاتي ولا المشكله في الواقع؟ المعيار الجديد اللي عايزين ناخده من معايير النضوج النفسي معيار الواقعيه والتعايش مع الواقع وقبوله كما هو. احنا بنصطدم بين الواقع والتوقع. انا كنت متوقع وعامل حسابي وحاطط تصور في ذهني للحياة بالشكل ده. لما دخلت الحياة غلط، في حاجة مش مظبوطة. لا، هي مش الحياة غلط، هو توقعاتي ملهاش دعوة بالواقع. لما جبت الولد وبقى كبير شوية عشان ارتاح منه من تعبه، بقى مزاجه متقلب، يفرح أو يكون بيضحك وفي 5 دقايق يقلب يتنكد ويدخل يرزع الباب وراه ويخاصمنا باليومين. شويه تاني يرجع مبسوط ومهيص وبيضحك وكانه ما زعلش وما كانش في حاجه حصلت خالص. الولد مجنون ولا البنت دماغها لسعت؟ ايه اللي حصل؟ لا، ده اسمه سن المراهقة. فالواقع بتاع المراهقة غير توقعي أنا عن سن. توقعي إن كبر ونضج وبقى في طول أبوه، خلاص بقى عاقل وهيعمل كل حاجة وراسي. لا، ده توقعي. بس الواقع بيقول إيه؟ أنا مش دارس الواقع. فالإنسان الناضج يقبل الواقع كما هو، ما يحاسبش الواقع إنه مش متطابق مع خيالاته ومع توقعاته. يفهم ان خيالاتي دي شيء ملوش دعوه بالواقع. يعني ببساطه كده يقول لك فلان متزن واقعي، عارف الحياه بألمها وفرحها. الحياه اخبارها جميله وحلوه ومليانه الم مشاكل، فيها مسؤوليات وفيها اتعاب. الاتعاب والمسؤوليات حلوه، والتعزيات والحاجات المنح والعطايا والهبات الالهيه حلوه. الناس بتعامل معاهم، مره بيساندوني يعزوني ومره ما بيقدروش يعني يعذروا ويقدروا وكتر خيرهم. مرات هيقفوا جنبي ومرات هينسحبوا حسب ظروفهم. أنا بقبل الحياة كما هي، لكن لما حاسب الحياة على توقعاتي أنا وأعتقد أن توقعاتي مفروض يبقى مرجع الحياة تنسخ منه وتنفذ. لا، توقعاتي دي أحلامي، دي رغباتي، دي شهواتي، ده اللي بتمناه. بس الواقع غير متصل وغير متسق مع خيالاتي واحتياجاتي. أنا اللي بكيف نفسي على الحياة ولك أموت وأفهم. بس نفسي أعرف ليه ربنا عامل كده. نفسي أعرف، عايز أعرف. لا نحتمل الغموض. لازم نعرف أن المعرفة بتاعتنا منقوصة وغير كاملة. مش هقدر أعرف كل حاجة. لازم أقبل ان الحياه فيها حاجات مش هعرفها. لما كان طفل صغير راكب مع بابا وماما العربيه ومسافرين رحله او رايحين يزوروا العيله، طفل ماشي بيشوف السكه وخلاص. لما يكبر شويه بيسال احنا رايحين فين؟ عند تيتا. طب هنوصل ولا لسه كمان شويه؟ طب باقي كام دقيقه؟ مش محتمل الانتظار ولا الغموض. المسافه كام؟ هنوصل امتى؟ الساعه كام؟ عندهم ايه في البيت؟ الوضع هناك شكله ازاي؟ كل ده مش قادر يحتمل واقع ان السكه طويله شويه. مش قادر يحتمل ان توقعاته المفروض ركبنا العربيه ننزل من الباب الثاني نطلع في بيت تيتا على طول. فلا، الواقع بيقول انت مش بتحصل على الحاجه اللي انت عاوزها بسهوله وبسرعه وفي الوقت اللي انت عايزها فيه. فالانسان الناضج يقول لك واقع الحياه كده، ما دي الحياه. تكلمه وتشكي له يقول لك حصل وحصل لك ماشي اوكي، دي الحياه، هو كده الحياه. كلنا يا ابني بنمر بده، وده طبيعي وده واقعي. ازاي في ناس تعترض تبقى مخضوضه قوي ان الواقع كده؟ ليه؟ لانه الواقع مصطدم وبندخل ساعات في صدمه يسموها صدمه ما بعد الزواج. قلت هيبقى كيوت وياخد باله مني ويفسحني ويهنيني، ده رجع متعصب وزعلان وتعبان من الشغل. انا قلت هتبقى بتعمل لي كل احلامي اللي انا حلمت بيها من وانا طفل، ولما كبرت لقيت واقع الجواز مختلف. فالجواز سيء. الجواز مش سيء، الجواز واقعي وطبيعي، فيه آلام وأحزان ومسؤوليات وفيه تعزيات وأفراحه. لكن لما بحاسب الجواز على توقعاتي أنا مش على واقعه، أنا بظلم الجواز وبعتبره إن هو سيء في حد ذاته. تطلع نكت سخيفة عنه وتطلع تعليقات كوميدية ويطلع بقى إهانات للأنواع الأخرى. لأنا راجل نكت تبقى على الستات، لو ست يبقى نكت على الرجالة. وتطلع لأن إحنا توقعنا واشتهينا إن الحياة تدينا توقعاتنا، ما خدناش بالنا إن توقعاتنا دي ملهاش دعوة بالحياة، والحياة شيء مستقل خالص عن توقعاتنا إحنا. الإنسان الناضج يبقى قادر يتكيف مع الحياة بنقصها بعدم اكتمالها، بغموضها، بان الحياه مش بتديله على حسب مزاجه، بآلامها اللي بتألمه من الناس والاشخاص والعلاقات والاحداث. هي دي الحياه. الانسان الناضج يقبلها زي ما هي. برضو من سمات ومعايير النضج الثاني البساطه والتلقائيه
وعدم التكلف، ونقبل الحياة كأطفال نمرح ونبتهج بيها. مش محتاجين نعمل ماسكات وأشكال نواجه بيها الحياة، مش محتاجين نمثل على الناس اللي حوالينا ونعيش أدوار مش بتاعتنا. ناخد الموضوعات كده بكلكعة وعقد ونبص لها من منظور ونحللها زيادة عن اللازم. لا، الأمور البسيطة نشوفها ببساطة، بلاش نحمل المواقف تفسيرات أكثر من اللازم، وكل كلمة نطلع منها معاني خفية أكثر من اللازم. يبقى عندنا الشك وعدم الثقة في كل شيء. شخصنة الأشياء الذاتية والموضوعية. برضو الإنسان الناضج إنسان موضوعي، لكن لما يشخصن الأحداث وكل حدث يعتقد إن هو مقصود بيه، هو مقصود بالسوء، يحملوا العداوة ناحيته، بيتأمروا عليا، بيخططوا لي، الموضوع ده متفصل عشاني. لا، أنا مش منحسر في نفسي زيادة. الانحسار في النفس من عدم النضوج والقدرة على تقبل الموضوعات بعيدا عن شخصيتي، ما ركزش قوي على نفسي. آدم وحواء كان عندهم جسد، كان بيحترموه بيحبوه، كانش مركزين قوي مع شكلهم، كانوا مركزين مع الله نفسه اللي بيكلمهم والمهمة بتاعتهم في الفردوس. لما سقطوا ركزوا قوي على نفسهم، حسوا بالخزي. فالانحصار الزايد في النفس شوية والتكلف شوية عشان أرضي واظهر بمظهر حلو، والخوف من اللوم والانتقاد فاقعد استخبى في ماسكات، ده كله ما يعملش نضوج. لذلك الإنسان الحقيقي يقدر يبقى جوه زي بره، مش محتاج يغطي بأوراق طين ويزيف الحقيقة بتاعته ويحاول يعمل مظاهر تعويضية عشان يداري على الشعور بالألم أو الشعور بالدنيا والنقص أو الشعور بالخزي والعار. فهنا لما كل مشكلة أشوفها وأقول المشكلة دي وضعها إيه، قيمتها إيه، الخطأ فيها فين. طب الخطأ ده لو بيخبط في مصلحة عندي، يعني النهاردة لو قلنا للسواقين النهارده غلوا التسعيره بتاعه المواصلات، يهيصوا ليه؟ احنا هنكسب اكتر. طب لو قلنا ده للركاب، الركاب يزعلوا ليه؟ احنا هندفع اكتر، فده هيكسب اكتر، فده قرار كويس. ده هيدفع اكتر، ده قرار وحش. طب ايه الموضوعيه؟ الموضوعيه ان انا كراكب اقول ده متناسب مع استهلاك العربيه وسعر الوقود وشقه وعرق السواق. بصراحه حقهم يزودوا، العربيات غليت والبنزين غلي، جو هنا بقى صعب والسواق بيتعب كتير، فانا شايف ده ايه كويس وعشان ما يتظلموش السواقين. فهنا انا بقيم تقييم ايه؟ تقييم واقعي، مش مصلحتي انا فين، مصلحتي انا كراكب هدفع اكتر او مصلحتي انا سواق هكسب اكتر، لكن الموضوع القيمه دي عادله ولا غير عادله. فالانسان الناضج يتحيز مع العدل مش مع رغباته الشخصيه، هو ما يحكمش على الموضوع بمصلحتي في الموضوع ده فين، لكن الموضوع ده عادل ولا مش عادل، حق ولا مش حق، فيتبع الحق اكتر مما يتبع رغبته هو. فلذلك هو موضوعي ومش ذاتي، مش منحسر في ذاته، بسيط وغير متكلف، قادر على الفكاهة والمرح واقتبال التفاعلات البسيطة البريئة، ويعيش زي الأطفال كده بمحبة وببساطة. الإنسان الناضج يقدر يحس بعمق بالأشياء الجميلة ويقدر الأشياء، يبص للطبيعة ويقول الله الشجر ده حاجة جميلة أوي رب خلقتها، الطبيعة دي بتحدث بمجد الله والفلك بيتكلم عن عمل ايديه. فيقدر يقبل الفنون، يقبل الرسم، يحس بالموسيقى، يتذوق الشعر، يحس بالكلمة الحلوة وبلمسة المحبة وبالحياة الإنسانية، يحس بالمجاملة، يحس بالمساندة، يحس بالمعونة، يحس بمشاعره برضه، يحس ان انا مجروح، يحس ان انا متألم، يحس ان انا مبسوط، يحس بمشاعر الآخرين، يقدر يفهم نفسه ويفهم الآخرين، يقبل الحياة ويشوفها جميلة زي ما هي، يقبل ما خلق الله وأبدع فيه ويتذوق جماله، عنده إحساس تلقائي بالروحانية والمعاني العميقة، الحرية، النبل، المحبة، العطاء، التسامح، قبول الآخرين، التسامح مع الضعف، الإحساس بمشاعر الآخرين. كل ده معايير بتحدد كم هو الإنسان ناضج أو غير ناضج. الصفات دي لما بتجتمع في إنسان بتخليه أكثر قدرة على التكيف الاجتماعي في العلاقات، يعني قدرته على التناسق والتوافق مع المجتمع المحيط والتفاعلات اللي بيتفاعلها مع اللي حواليه بتبقى أفضل، لأن منظوره الأكثر نضج بيخليه أكثر كفاءة في التفاعل في العلاقات. برضو الإنسان الناضج إنسان قابل للتعلم، تعرف حاجة جديدة غير اللي في دماغك، عنده تفتح ذهني، يعني لما أقول له حاجة غير خبراته مختلفة شوية مع معرفته يرخي ودنه يسمع ويقبل معرفة جديدة. وبدون دي على فكرة محدش هيروح لله ويقبل كلامه، لأن ساعات التلاميذ قالوا له الكلام ده صعب، أصلا إحنا اتعودنا عليه واللي اتعلمناه مختلف. طب ما تعالى غير اللي اتعلمته، مش جايز اللي اتعلمته يكون فيه غلط؟ ما تحاسبش الحياة على المعايير اللي جواك، مش جايز مقاييسك انت ومعتقداتك انت اللي بتقيس بيها الحياة عايزة تتعدل؟ مش يمكن الأفكار اللي في دماغك اللي بتحكم بيها على المواقف هي اللي غلط؟ فيبقى عنده قابلية للتغيير أفكاره، قابلية للتعلم، عنده تفتح ذهني يغير الحاجة اللي خدها بحاجة أفضل منها وبمعلومة أرفع. سمعت أنه قيل للقدماء لا تقتل، القتل خطية، أوكي تعالى أدي لك حاجة أعلى، أما أنا أقول لكم ما تغضبش على أخوك، لأنه كل من يغضب على أخيه باطلا يبقى مستوجب
نار جهنم. اللي يقول رقى يبقى مستوجب الحكم. من النضوج القدرة برضو على الإبداع والتجديد. مش لازم إحنا اتعلمناها كده، طلعنا لقيناها كده، ولدت هنا وسأموت هنا أيضا، كفني يطلع من البيت ده. أي وضع جديد أو غير مألوف ده غلط في حد ذاته. أنا غير قابل لتغيير نمط حياتي وأي صفة من صفاتي. خلاص ما كان قد كان وما كتب قد كتب وأنا مش هتغير. فعدم القابلية للتغيير وللتجديد والاقتبال وضع أفضل ده عدم نضوج. لكن الإنسان الناضج يقول لك أحاول أتدرب وأجرب حاجة جديدة، حاجة أكثر كفاءة في الحياة، حاجة أكثر فاعلية في الحياة، وإلا هنصاب بالجمود والخمول ونبقى في مستوى اللي هو ساكن وراكد، مش هنساير نمو وتطور الحياة وتطور العصر بشكل روحي وشكل صحي. كده يفضل لنا معيار واحد عشان هو كبير شوية هنفرد له حلقة، اللي هو القدرة على عمل حدود صحية وتوكيد الذات ورعاية الذات، وده عايز حلقة واحدة والموضوع كبير. وآخر حاجة ناخدها في موضوع واحده برضه لأنها كبيرة، التفكير المنطقي والتفكير الصحيح والسليم، لأن عندنا أمراض تفكير، تشوهات معرفية بتعوق النضوج، لأن الطريقة اللي بفكر بيها بتحدد أحس بإيه وعلاقاتي بالناس يبقى شكلها إزاي وفاعليتي في الحياة. فلو ما صلحتش الأفكار المغلوطة والتشوهات المعرفية هبقى بعيد تماما عن النضوج النفسي والنمو النفسي ده، ودي هناخدها في حلقة وحدها، علاج الأفكار أو العلاج السلوكي المعرفي. والنضج ملوش سقف، يعني بنستمر فيه وننمو فيه إلى نهاية العمر. ما نقدرش نقول ده ناضج أو غير ناضج، لكن هي رحلة نحن نسعى للنضوج وبنشتغل عليه وبنكبر كل يوم شوية شوية حسب ما بنتعلم. فكده لو حبينا نلخص الفكرة، يعني معايير النضج دي: الأول قبول النفس وفهمها وفهم أفكارها ودوافعها اللي بتحركها، قدرة على التفرد وعدم التشكل بالبيئة والتمايز وبقى أنا أقدر على الاختلاف، الواقعية والتعايش مع الحياة بألمها وجمالها وغموضها، قابلية التعلم والقدرة على التجديد والتغيير، الموضوعية وعدم الذاتية، روح المرح والبساطة، التلقائية والقدرة على الفكاهة الفلسفية، الإحساس بالمعاني الروحية والمطلق والله والعلاقة الشخصية معه، قدرة على عمل علاقات صحية ووضع حدود في العلاقات وتوكيد الذات ومهارات رعاية النفس، وجود هدف ومعنى للحياة أعمق من الوجود المادي أو اللذة الحسية، معنى خارج الذات ومعنى مطلق ومعنى ليه اتصال بالله والمعنى والحياة ذات القيمة، الحياة الروحية دي. ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين، آمين.